السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل غدا سهل وسريع. هنعمل صينية الكوسة باللحمة، وهنعمل كمان برام رز معمر. طبعا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم. متنسوش باللايك وتفعيل زر الجرس واشتراك في قناة اكل زمان في مطبخ ايمان عشان يوصل لكم كل جديد اللي احنا بنعمله. تمام. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل بقى الحاجات الجميله دي. اول حاجه معايا 2 كيلو من الكوسه. بصوا احنا بقى بنجيب الكوسه وايه وبنضفها. تمام. وبعدين ايه بعملها بالشوكه كده عشان تعملي لها ايه اشكال. مش عايزه خلاص اغسليها ونضفيها كويس كده، كحتيها بالسكينه وخلاص. تمام كده. خلاص انا قطعت الكوسه كلها بالشكل ده. هنعملها بطريقه سهله جدا. اول حاجه جبت شفشق الخلاط، قطعت فيه بصلتين، ومعايا كيس من الصلصه اللي احنا مخزنينه سوا. وان شاء الله ان شاء الله نبقى نعمل فيديو كمان. الايام ديت الصلصه رخيصه في السوق. تمام. نبقى بنعمل مع بعض فيديو ايه الصلصه. لو على ما نعمله هتلاقوا عندكم ايه في القناه. تمام. المهم ايه ضربت البصل مع الصلصه. ما عندكيش صلصه حطي طماطم، وضربتهم حلو كده في الخلاط. وبعدين نزلتهم على الكوسه وقلبتهم كويس، وحطيت عليهم ملح وفلفل وكمون واللهم صل على النبي وشطه. تمام. حاجات يعني بسيطه. عايزه تكتري من التوابل براحتك. حطيت كمان معلقه من السمنه. وهنا بقى بوريكم اللحمه. انا سلقت اللحمه عادي خالص. عايزه تديها تشويحه. تمام. عايزه الميه تغلي وتروح حاطه عليها تحطي فيها البهارات اللي هي الملح والفلفل وورق اللورا والبصلايه. وبعدين تحطي اللهم صل على النبي اللحمه. تمام. انا بعمل كده. تمام. انا خلاص خدت شوربه اللحمه حطيتها على الكوسه لحد ما غليت غلوتين كده. وكمان نزلت اللحمه كمان تاخد يعني بنحبها يعني طريه جدا اللحمه عشان برضك العيال ياكلوها وكده. وخلاص كده الكوسه تعتبر خلاص خلصت. صينيه الكوسه خدت غلوتين وكده خلاص خلصت. ناقص بس تدخل الفرن. هنا بقى جيت نعمل مع بعض الرز المعمر. حطيت طبعا معلقتين من السمنه. عايرت الرز. طبعا تعيري الرز حسب ما انت عايزه، 4 كوبايات 3 كوبايات دي حاجه بتاعتك. وقد كوبايات الرز بتعيري بيها لبن. يعني لو 3 كوبايات رز 3 كوبايات لبن، وعليهم نص كوبايه من اللهم صل على النبي الميه. تمام. لازم كوبايه الميه دي ما تنساهاش. وبعدين حطيت النص كوبايه من الميه اللي احنا قلنا عليها دي لازم اساسي. تمام. عشان تكمل السوا. عندك وش اللبن، حطي معلقتين من وش اللبن كده على الوش. طبعا بتعايري الملح بتاعك. وخلاص الرز المعمر بتاعنا خلص بالشكل الجميل ده. وبكده دخلته طبعا الفرن. وبعدين قيدت عليه الشوايه. واول ما خد وش الجميل ده طفيت عليه. ودخلت طبعا الصينيه دي كمان استوت من فوق كده، خدت وش جميل. وخلاص واول ما الرز خلص طفينا عليه. وكده خلصنا الغدا بتاعنا سهل وسريع، مخدش معانا اي وقت. وكده وصلنا لاخر الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.